صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وضع بهذه الكلمة الواحدة ثمرات كلمات متعددة من الخلق إلى أن تقوم الساعة. وإذا سمعناها بوعي استطاع لساننا أن يقدمها إلى الناس بوعي، فإذا قدمها الإنسان بوعي أمكن أن يتعرف الناس على حقيقة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لمعاصريه فقط ولكن لمن يجيء بعده إلى أن تقوم الساعة. الله. ثم يدعونا رسول الله في هذه الكلمة إلى أن نستمع إلى الحق، ولو جاء الحق من غير مظنة الحق. مظنة الحق في الناس أن يكون المتكلم ذا جاه أو ذا مكان أو رجل مرموق في الكون، وقد لا تتأتى منه حكمة، ولكن ربما جاءت الحكمة من إنسان هذا الإنسان لا تأبه له المناظر. والحق سبحانه وتعالى وزع أسباب فضله على الخلق، فلم يجعل واحدا مجمعا لفضائل، بل جعل هذا يأخذ من الفضائل جانبا وهذا يأخذ من الفضائل جانبا وذلك يأخذ من الفضائل جانبا، حتى يستوعب الخير كل الناس، ويصبح الحكم على أي إنسان بمجموع ما فيه من خصال الخير لا بخصلة واحدة فيه. فلا ننظر إلى الغني لأنه غني، ولا إلى الفقير لأنه فقير، ولكن ننظر إلى ما عوض الله الفقير من خير في الفضائل لا يوجد في هذا الغني. وحسبك من الفضائل أن الغني تتأتى له مسائل لا يستطيع أن يفعلها، فهو لا يستطيع أن يحفر أرضا، فإذا ما جاء إنسان أعطاه الله عضلات وأعطاه الله جهدا يفعل به فقد تفضل ذلك الله على ذلك الفقير بما لم يتفضل به على الغني. والذي يصنع أي صنعة للإنسان هو محتاج لمن يصنعها، لأنه لا يستطيع أن يصنعها لنفسه. إذن فكل إنسان وهبه الله خاصة من الخير ليتخذ بعضنا بعضا سخريا. العالم الذي يمضي حياته ليتعلم وبعد ذلك يجلس فيأتي إليه ناس يستفتونه في مسائل لا يأخذ منهم أجرا، ولكنه يقدم لهم ثمرات جهاده طول تعلمه 50 سنة ولا يأخذ منهم أجرا، وبعد ذلك لا ينظر الإنسان إلى أنه أخذ حظا من الحياة ودونه، نقول له لا. حتى ماسح الأحذية الذي يمسح للناس الأحذية على المقاهي يسأل السؤال فنعطيه بغير ثمن، وهو يعطينا عمله بثمن. وأنا جلست 50 عاما أتلقف العلم من مصادره وهو أخذ الخير من أيدي الناس وهو صبي صغير. إذن فهو خير مني. الفقير الذي نعتبره فقيرا في الكون لو علم مقدار هبة الله له بهذا الفقر لعلم أن الله أراد أن يسيده على كل قادر. فالقادر الذي يكبح كل يوم ليعمل ويجتهد في أن يلد المسائل التي تأتي له بثمرات الخير يطرق باب الفقير ليضع له في يده حق الله، والفقير لا يفكر في هذا. إذن فالفقير لو نظرنا إليه هو سيد في هذا الكون، كل حركة في الوجود تخدمه وهو غير قادر على الخدمة، لأن الله يريد أن يعطينا مثالا في أن الهبة لا تكون بالمواهب ولكن بتقدير الحق.